بتسألي نفسك ليه كل شوية بتطلع لك بقعة سودا في وشك حتى بعد ما تعالجيها؟ خليكي معايا. السبب معانا هنا مش الكريمات اللي انت بتحطيها او العلاجات اللي انت بتحطيها سواء غلط او صح. السبب هي في العادات اليومية بتاعه يومك انت. عادة التصبغات اللي في الوجه بتظهر لعدة اسباب. خليكي معايا علشان اقولها لك. اول حاجة معايا الشمس. بدون ان انت تستخدمي واقي شمس على بشرتك في اوقات مناسبة وبكميات مناسبة، عمر ما النتيجه او الكريمات اللي انت بتستخدميها هتجيب نتيجه فعاله او النتيجه اللي انت منتظراها. بس مش معنى كده برضو ان احنا نستخدم مواقي الشمس ده عمال على بطال او ان احنا نمنع ان احنا نتعرض للشمس. لا، الشمس مهمه جدا لجلدنا علشان بتصنع حاجات مهمه لجلدنا، وهكلمكم عنها في فيديو بعدين، ازاي ان احنا نتعرض للشمس باوقات مناسبه، في اوقات مناسبه وبكميات مناسبه. برضو حاجة مهمة جدا معانا وهي مهمة جدا لكل الستات وبتحصل لمعظم الستات، وهي التغيرات الهرمونية، سواء الحمل أو ما بعد الحمل والولادة، والحاجات دي كلها برضو بتأثر على التصبغات بتاعة البشرة وحوالين العينين. ومفيش ست مننا غير إن هي حملت وعانت من الكلف في جسمها سواء في الوش أو في مناطق أخرى في الجسم. بعض الأدوية كمان بتخلي الجلد حساس جدا جدا للتعرض للشمس. وكمان مش هنظلم الشمس لوحدها، لا، كمان التعرض للحرارة برضو بيسبب غمقان للجلد. ففي فيديو تاني او لو انتوا عايزين اكتبوا لي عشان تعرفوا ايه الادويه اللي بتخلي الجلد حساس للضوء. طبعا الاسباب دي كلها مش من مره ولا مرتين هتسبب ان هي يبقى فيه تصبغات للجلد. لا، التعرض المتكرر اي سبب من الاسباب دي متكرر كتير 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 هتخلي الاثر يظهر وان يظهر لنا تصبغات في الوجه. يبقى انا عايزه اقول لك هنا في الاخر ليه دايما بيظهر لك حبوب غامقه او ان انت بتاخدي علاجات مش بتجيب نتيجه. المشكله مش في الكريم، لو الكريم صح يبقى المشكله مش في الكريم، لا، المشكله في الطريقه اللي انت مش بتعالجي بيها السبب الجذري اصلا بتاع التصبغات. لازم يعني الكريم دوت احنا بنحطه، بس لازم نعالج فيه سبب اساسي هو دوت اللي بيخلي يبقى فيه تصبغات. لازم نعالج السبب الجذري وكمان نعالج التصبغات. استنوني في الحلقة الجاية، الحلقة رقم 3 من سلسلة التصبغات بتاعة الوجه وحوالين العينين. هنتكلم فيها عن التصبغات حوالين العينين وإيه أسبابها وليه هي بتكون مختلفة عن التصبغات بتاعة الوجه. اعملي فولو للأكاونت علشان يوصلك الحلقة الجاية. ولو انتوا بتدعموا أو مهتمين بالمحتوى دوت، اعملوا لايك وكومنت علشان الحاجات دي بتفرق كتير قوي إن الفيديو ينتشر. وما تنسوش لو حد عنده اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وهرد عليكم في اقرب وقت ان شاء الله باللي مناسب للحاله بتاعتك. دمتم سالمين. تحياتي دكتوره علا عمر.